بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه. النهارده بقى بما اننا قربنا على شهر رمضان الكريم وقاعدين في فتره الحظر وقاعدين بالليل مش عارفين نعمل ايه، فاحنا قلنا كان عندنا جلاش كنا هنعمله باللحمه المفرومه، بس غيرنا الاتجاه وقلنا نعمله ايه، مسكر. فاحنا النهارده هعمله لكم بطريقه سهله جميله جدا جدا جدا، ما تاخدش في ايدك 5 دقايق بالظبط، 5 يعني هي بالعدد 5، ادي 5 دقايق هتلاقي نفسك عملت صينيه الجلاش ومحشي ومحطوط كل حاجه. ده تقريبا كيلو الا ربع جلاش، هنقسمه على 3. هنقسمه على 3 اهو زي ما احنا شايفين، ادي اهي ده جزء وفي جزء هنقسمه على 3، بس انا بص حاطه الشريطه ديت على اساس ان انا مقسماهم على 3 اهو. ماشي، هنلف ازاي اهو، مش هياخد منك وقت خالص، 5 دقايق كده، 5 دقايق بقول لك مكترتي. ماشي، طبعا دي هتطلع مقطعه معانا، لا هنفردها الناحيه التانيه. اي تقطيعات لا، احنا عايزينها سليم. ادي الرول الاولاني، نلف الرول التاني. لو واحده طلعت زياده عن واحده عادي يعني، ولا تفرق معانا. ماشي، دي اسهل طريقه لعمل الجلاش. طبعا تكوني مجهزه الشربات، اللي هو انا حطيت 5 كوبايات سكر او كيلو سكر، وحطيت عليهم 3 كوبايات ميه. ده طلع شربات متوسط، مش ولا تقيل ولا خفيف. وهنجهز جوز هند، دي المكسرات اللي اتوفرت عندي في البيت دلوقتي. انا بقول لكم انا مش عامله حسابي والله ان انا اعمل جلاش مسكر، فما جبتش بقى اي مكسرات. وبكره زي ما انتم عارفين الجمعه ان شاء الله كله ايه قافل. وسمنه اهو، عندنا 3 رولات. نبدا نقطع الرول الاول، سهل وبسيط وجميل وخفيف وسريع. وتمسكي كده، والسمنه ممكن بقى تعملي ايه، حته سمنه بلدي او زبده صفراء، تحطي عليها حبه زيت ذره، كفايه قوي قوي قوي، يديك الطعم الجميل. وجميل جميل 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 جميل، مش هقول اكتر من كده يعني، يعني دي يكفي. دي طلعت رفيعه شويه، مش مشكله، احنا بنقطعه بس ايه كله سوا واحد عشان كلهم يستووا في نفس الوقت وفي نفس التوقيت، ما تبقاش واحده محمره شويه وواحده ايه بيضه. هنبدا نرصص الصينيه بتاعتنا، هي مش مدهونه اي حاجه. رصصي، نبدا نرصص لحد ما نخلص كل المقدار اللي عندنا. دي اتفشكلت مش مشكله عادي، ما قطعناش جامد يعني لحد الاخر. ادي احنا كده خلصنا كل المقدار بتاعنا اهو. ونضيق عادي، يعني ما تقلقوش. بصوا احنا في فراغ هنا هنزنقها هنا اهي، مش هتقول لا. ماشي، بعد كده هنروح حاطين جوز الهند. بص ما اهي، يعني انتوا لو تكتوها كده اهي، اصلا هي العجينه طريه اهي. ان شاء الله بامر الله تعجبكم وتبقى سهله، هي سهله فعلا يعني. والسمنه زي ما قلت لك، حته سمنه صفراء او زبده صفراء وحبه زيت يكفوا. الزيت عشان يديها شويه قرمشه، انتوا عارفين الجلاش اصلا بيبقى مقرمش وجميل. ماشي،
بصوا الصينيه خلاص الحمد لله خلصناها. هنبدا نحط السمنه. السمنه بقى يعني بصوا انا حطها في دي عشان اقدر ايه انزل كده. ماشي، كل واحده بقى لازم تتشرب. يعني بصوا ممكن كمان بمعلقه لو احنا مش عايزين لو انت حطاها في اي حاجه اوسع من ديت اهي. طبعا السوداني لما بيكون في سوداني بيغرز اكتر. يعني جوز الهند انا مش عارفه اغرزه كويس، بس يعني انا يمكن ايه قلت لكم على الطريقه، ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه سهله وبسيطه وسريعه. يعني احنا اللي يهمنا السرعه خصوصا في رمضان. يعني لو عندك عزومه ما تقلقيش والله هتشرفك. في ناس كتير انا عملتها قدامهم ما صدقوش ان ده جلاش. وما بياخدش سمنه كمان كتير. مش كتير يعني، مش هقولك اسقيه. خلاص هندخله بقى على الفرن. مش فوق ومش تحت، في النص، على الشبكه من النص، وهنسويه ونرجع نوريه لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا حبايبي طلعتها من الفرن اهو. هنبدا ندلق الشربات عليها. هي خدت تقريبا ساعه، بس انا متضايقه جدا ان انا عملتها في الصينيه الازاز دي، لان كان في الصينيه الاستانس كانت هتاخد وقت اقل من كده. طالعه قدامكم دهبي، هي جميله، لونها جميل جدا. ان شاء الله تعملوها وتجربوها وتعجبكم. هي خدت وقت عشان لازم نسوي لحد اخر ورقه في النص. يعني ايه ما نسويش من الاطراف والاخر نرجع نلاقي القلب من جوه لونه ابيض. ما كده مش هتبقى حلوه. لازم نستنى لحد لما تستوي. عشان كده ايه انا كنت مسويها على درجه حراره 180 على الشبكه. وده كان الوقت بتاعها تقريبا خدت ساعه. انت حطيها وعينك عليها رايح جاي برضو، يعني ايه وانتوا اساتذه. لكن المهم ان انا اكون خلصت لكم صينيه الجلاش. وعايزه اقول لكم على حاجه. ممكن حد يجي يقول لي ايه، طب ما انت كنتي حطيتي الحشو جوه ولفيتي. لا مش هينفع، هيقع. طيب لو احنا حطينا عليه كمان شويه عسل عشان يتمسك في بعضه، لا العسل هيتسرب من تحت وهيتحرق وهيبقى طعمه ممرر. فما ينفعش. هي دي افضل طريقه لعمل الجلاش بالطريقه ديت. يعني دي افضل طريقه للحشو في عمل الجلاش. ممكن تحشيه بقى لوز، بندق، سوداني، زي ما انت بتحبي. انا المتوفر عليا عندي دلوقتي كان هو جوز الهند. وزي ما قلت لكم عملته بالليل كده، وقلنا ايه ناكله بما اننا في الحظر يعني، والسهره ايه لسه مطوله. فيا رب اكون قدرت افكه ولو بمعلومه بسيطه. وهنطلع كده اهي. بصوا من تحت كمان لونها ذهبي جميل جدا اهي. يعني من تحت ومن فوق اهي لونها ذهبي وجميله ومستويه، وان شاء الله طعمها يكون احلى. احنا طبعا مش هقدر ادوق دلوقتي لانه هو سخن، فما هكدب عليكم لو اقول لكم هدوق لكم. هدوق الصبح ان شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه. القناه محتاجه دعمكم، يا ريت تدعموني. وشكرا ليكم، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت اليه ونيب. والسلام عليكم.